تخيل معايا كده بالصحاب، في الالفينات كان عالم السبورت بايك محدش كان مسيطر عليه قد اليابانيين وبس. الشركه الوحيده اللي كانت بتنافس معاهم هي الشركه الايطاليه العملاقه دوجاتي. صح ولا ايه؟ بس بالصحاب ما كانش فيه اي حد خالص كان متخيل ان شركه بتصنع عربيات فخمه او كبرها لما بتصنع موتوسيكل مثلا تعمل لك موتوسيكل ادفنشر جامد ان هي تدخل اللعبه دي، ولما تدخل اللعبه تكسر القواعد بتاعتها كلها. اي نعم، بي ام لما دخلت متاخر شويه، بس برضو الدخول بتاعها ده قلب الترابيزه على الكل وخلت المنافسين بتوعها يغيروا كل الارقام بتاعتهم وكل حساباتهم خالص. القصه اللي انا احكيها لك النهارده دي مش مجرد قصه، دي الحكايه اللي كسرت غرور اليابانيين بسبب الوحش الالماني بي ام دبليو اس 1000 ار ار. ودي يا ابو الصحاب سلسله احنا بنعملها عن التطور بتاع الموتوسيكلات عشان نجيب الاجيال القديمه لحد وقتنا الحالي. فلو انت بتحب السلسله دي انزل دلوقتي يلا اعمل لايك، مش هتخسر حاجه بالصحاب، وانزل اتفرج على الفيديوهات القديمه هتعجبك قوي. واهم حاجه ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا بينا نبدا الحكايه. قبل ما نعرف يعني ايه اس 1000 ار ار لازم نفهم بي ام دبليو كانت فين. بي ام دبليو تاريخها في الموتوسيكلات قديم قوي، بس كله كان رايح في اتجاه التورينج والادفنتشر والبوكسر انجن. بي ام دبليو من التسعينات وحلمها ترجع تاني للسباقات. جربت بروتوتايب ار 1 سنه 1989 و1992. وبالمناسبه بالصحاب كلمه بروتوتايب ديت معناها ان الشركه بتعمل شكل للموتوسيكل جديد عشان تشوف الشكل دوت هيبقى عامل ازاي اداؤه وسلامته، وبعدين يعدلوا عليه قبل ما ينزلوا السوق. باختصار البروتوتايب تجربه اوليه للمنتج قبل ما ينفذوه بالشكل النهائي. وكمان عملوا حاجه اسمها بوكسر ووتر كولد، بس الموتور البوكسر عمره ما كان مناسب للسوبر بايك حقيقي. حتى الاس 1100 ار والبوكسر كاب والاتش بي 2 سبورت 2008 كلهم قربوا بس ما كسروش السقف. في 2002 موتو جي بي قلبت القوانين وعدلت القانون بتاعها من الموتوسيكلات اللي 2 سلندر لل4 سلندر. فبي ام دبليو قالت ليه ما ندخلش موتو جي بي، وبداوا مشروع سري. المشروع ده كان 3 سلندر 999 سي سي مستوحى من فورمولا 1، عشان وقتها بي ام دبليو كانت مكتسحه الفورمولا 1 بالموتور الفي 10 بتاعها. بس النتيجه ان الموتوسيكل ده كان تقيل وبطيء ومكلف بشكل مرعب. بي ام دبليو بعد تفكير عملت حسابها صح وقالت موتو جي بي مخاطره، بس وورلد اس بي كي بيع كتير. ولو انت وصلت للنقطه دي اتاكد يا ابو الصحاب اللي انت عامل اشتراك للقناه، عشان انت بتتفرج يا ابو الصحاب ومش بتعمل اشتراك للقناه. اعمل اشتراك، مش هتخسر حاجه. وبعد الخطوه اللي بي ام دبليو خدتها دي يا ابو الصحاب هنا اتولد القرار المصيري. بي ام دبليو بصت للسوق وقالت مين اجمد المنافسين في السوق، ولقوا ان الجيكسر 1000 هو اجمد حد في السوق دلوقتي، وقالوا ان احنا برضو مش عيب نقلد حد. ومن ساعتها بداوا تجارب غريبه شويه، يعني مثلا جابوا الشاسيه بتاع الجيكسر وعدلوه وعملوا ديول سسبنشن، بس للاسف كله فشل. لكن اول بروتوتايب حقيقي ليهم كان اسمه كي 64. البروتوتايب دوت كان واخد كده البادي بتاع الياماها ار 6 لدرجه اللي الناس فكرته 600 سي سي بس في الحقيقه هو وحش صغير بموتور 1000 سي سي. وبعد البروتوتايب اللي جنن الدنيا ده في 2008 في معرض انترمول كشفت بي ام دبليو عن الوحش بتاعها اس 1000 ار ار، الموتوسيكل اللي بدا ياخد شكله الحقيقي وبداوا يستقروا على 3 الوان اللي هي الابيض ازرق والاحمر. الموتوسيكل كان بيطلع 193 هورس باور و112 نيوتن متر، كان وزنه 204 كيلو جرام، ومن 0 ل 100 في 3 ثواني بس. طبعا اللي بيميز الموتوسيكل دوت عن الموتوسيكلات في الفتره دي ان هو ما كانش بيعتمد حاجه اسمها سيمتريه، زي ما انت شايف كده ان في كشاف غير التاني، وده في مصر احنا بنقول عليه الاعور. التصميم ده اللي ما كانش في حد عنده جراءه يعمله في الفتره دي. الجيل الثاني اللي بدا سنه 2012 ركبوا له جناحات وكمان عملوا له الوان جديده، والفبر بتاعه في الجنب كان شكله مختلف شويه. الموتوسيكل ده بيطلع 193 هورس باور و112 نيوتن متر، ووزنه كان 204 كيلو جرام. الارقام اي نعم مش جامده، بس على ارض الواقع تلاقي اختلاف شاسع جدا. في 2013 نفس الجيل بي ام دبليو عملت اس 1000 ار ار اتش بي 4. وتعالى اقول لك يعني ايه اتش بي 4. موتوسيكل الاتش بي 4 ده هو اصدار عالي الاداء من سلسله البي ام دبليو اس 1000 ار ار، والاتش بي 4 معناها هاي بيرفورمانس، يعني نسخه رياضيه مخصصه للسباقات او الاداء العالي جدا. الاتش بي 4 دي معناها باختصار هاي بيرفورمانس فور سلندر، مبني على
على الاس 1000 ار ار بس اخف واسرع ومزود بتقنيات متطوره جدا. في نظام الكتروني زي التحكم في الجر، فرامل الاي بي اس، نظام تعليق الكتروني دي دي سي معمول من كربون فايبر وماتيريال خفيفه عشان يقلل الوزن ويزود الاداء. البي ام دبليو اتش بي 4 باختصار هو موتوسيكل سوبر بايك للناس اللي عايزه اقصى اداء على الحلبه او الطريق، مش مجرد وسيله مواصلات. كمان الموتوسيكل دوت كان بينزل بجاكمان تيتانيوم من اكرابوفيك، والفرامل بتاعته من شركه بريمبو، وكمان حسنوا المساعدين الامامي بتاع الموتوسيكل ده. وبما انه موتوسيكل مخصص للحلبات فكان لازم يزودوا فيه الريسنج الكترونيك انجن مانجمنت. المواصفات بتاعته 193 هورس باور على 112 نيوتن متر، والوزن بتاعه اخف زي ما قلت لك 199 كيلو جرام. ندخل على الجيل اللي بعد كده واللي بدا في سنه 2015. حسنوا التكنولوجيا في الجيل دوت، وكمان زودوا 6 هورس باور زياده، وعملوا الاير بوكس بتاعه اكبر شويه عن الاجيال اللي فاتت. ولو هتلاحظ ان هم عكسوا الكشافين عشان يميزوهم على الاجيال اللي فاتت. بيطلع 199 هورس باور 113 نيوتن متر، الوزن بتاعه 204 كيلو جرام. والكلام على الورق يا صاحبي ده في حته والاداء في حته ثانيه خالص. وبرده الجيل ده في 2017 عملوا نسخه منه اتش بي 4، وزي ما قلت لك اتش بي 4 هي هاي بيرفورمانس 4 سلندر. بس الجيل ده كان مختلف تماما، عملوا حرفيا كل حاجه فيه كربون فايبر. الجنود كانت كربون فايبر، الفريم نفسه كان كربون فايبر، حتى الفيبر الخارجي هو كمان كربون فايبر. كمان المساعدين كانت مختلفه عن الاجيال اللي فاتت لان هي كانت مساعدين غاز. الفرامل المتطوره من بريمبو كانت جي بي 4 بي ار. السوينج ارم او المقصات الخلفيه برضو كانت معدله وكانت مختلفه واخف عن الاجيال اللي فاتت. الاجزاء اللي جوه الموتور كانت متونه بشكل فظيع عشان يديك احسن اداء ليه جوه الحلبه وبره الحلبه. الموتوسيكل ده بالصحاب كان بيطلع 215 هورس باور على عزم 119 نيوتن متر، ووزنه كان 171 كيلو جرام. وبما انك ابو الصحاب قوي الملاحظه فهتلاحظ الموتوسيكلات اتش بي او الهاي برفورمانس بما انها مخصصه للحلبه مش هتلاقي ولا ليها كشافات قدام ولا ليها مرايات، لان انت في الحلبه مش بتحتاج الاثنين دول. ندخل على الجيل الرابع واللي بدا سنه 2019. في الجيل ده بي ام دبليو اعتمدت على السيمتريه. هتلاحظ ان الكشافات بقوا الاثنين زي بعض. ولو قلت لك يا صاحبي على التكنولوجيا اللي محطوطه في الموتوسيكل ده مش هنخلص، عايزه فيديو لوحده. الداشبورد بقت مختلفه، الهيد لايت مختلفه، زودوا 8 هورس باور. كمان الاجزاء اللي جوه الموتور اتحسنت اكتر. الفريم نفسه او الشاسيه بقى مختلف تماما عن الاجيال اللي فاتت. الموتوسيكل دوت بيطلع 205 هورس باور و113 نيوتن متر، والوزن بتاعه 197 كيلو جرام. بس بعيدا عن التكنولوجيا والكلام ده، انا بالنسبه لي بحب الاعور اللي هو الموتوسيكلات اللي عين وعين دي. انا الجيل دوت والاجيال اللي بعد كده، حتى الموتوسيكلات اللي احنا هنشوفها، انا بالنسبه لي الاجيال القديمه كان ليها فخامه كده وهيبه اكتر. فانا عايزك تقول لي كده بالصحاب، انت بتحب انهي جيل؟ الجديد اللي هو بالسيمتريه دوت ولا الجيل القديم اللي هو الاعور؟ في الجيل ده بي ام دبليو قالت سيبك بقى من الموتوسيكلات الهاي برفورمانس وندخل بقى على موتوسيكلات البي ام دبليو ام. الموتوسيكل دوت برضو كان مخصص للشارع والحلبات، وكل حاجه فيه كربون فايبر. الكاوتش بتاعه كربون فايبر، اجزاء الموتور اللي جوه كانت من التيتانيوم، الجاكمان بتاعه كان من شركه اكرابوفيك، وكمان الفرامل من بريمبو. الموتوسيكل ده بيطلع 205 هورس باور و113 نيوتن متر، وبما انه كربون فايبر فالوزن بتاعه اخف من الجيل بتاعه وهو 191 كيلو جرام. وبصراحه في جيلين بعد كده اللي هو من 22 23 والجيل اللي بعديه اللي هو من سنه 24 لسنه 2025 مش هتكلم عليهم لاننا بنتريق وبنقول كل اللي زودته بي ام دبليو في الموتوسيكل ده ان هي بتزود الوينجلت بس وبتغير اللون، وكمان فتحه التهويه بيكون شكلها مختلف. لكن الموتوسيكل من بعد الجيل الرابع ثابت على تكنولوجيا يا دوب بس اختلافات بسيطه. بي ام دبليو اثبتت بالاس ال ار ار المقوله اللي بتقول لك انك تيجي متاخر احسن من انك ما تجيش خالص. وبي ام دبليو لما جت حطت على الكل. فبي ام دبليو اس 1000 ار ار مش مجرد موتوسيكل، دي فلسفه، اعلان حرب، اثبات ان الالمان لما يدخلوا اللعبه مش بيهزروا، لسه موجودين، لسه بيطوروا، ولسه بيخوفوا المنافسين. والسؤال ليك، هل الاس ال هو احلى سوبر بايك في العالم ولا في وحش تاني يستاهل اللقب ده؟